السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الأحرار والشرفاء. الفيديو ده ليك ويهمك لو أنت بتدور وبتبحث عن الخلاص. لكل الناس اللي بتكتب لنا في التعليقات أنت عايز تقعد تتكلم كتير، هو أنتوا يا جماعة اللي بره بتقعدوا تتكلموا ومش عايزين تخلصوا؟ طيب مش عايزين تتجمعوا؟ مش عايزين تتوحدوا؟ أهو أنا أول واحد زي ما أنا ما بتفرج على غيري وبتابع غيري وغيري بيتابعني ولي عظيم الشرف، سواء من الساده المتابعين او المشاهدين او مقدمي المحتوى وصانعي المحتوى اللي بيتكلموا في الشأن المصري والشأن العربي وخاصه القضيه الفلسطينيه، كل دول تاج على راسي في تقييمي وتابعتي. اديني انا لوحدي من تلقاء نفسي اول ما لقيت فكره كويسه ممكن فعلا تكون نواه وبذره محترمه امنه بيئه امنه خصبه امنه، لان حضرتك تبدا تعمل حصر الاعداد الصحيحه والسليمه اللي تتطلع للتغيير بدون ما نأذيهم او نضرهم. على طول على الفور لبيت نداء ودعوة أخويا الغالي شريف عثمان. شريف عثمان أنا شخصيا بحترمه، بتفق معاه بنسبة 90% يمكن 95% في مجمل آرائه. قرأته للمشهد بحترم شريف لسبب أنا جوايا معرفش يمكن في حد بيحسه ولا لأ. شريف لو ركزت معاه ودققت في المحتوى اللي بيقدمه هتلاقيه عنده نقط كتير جدا جدا في محتواه ملهاش سقف وملهاش خط احمر، يعني بتحسه بيتكلم من قلبه. شريف بالرغم ان في قناه يعني استضافته قبل كده زي مكملين وتحديدا الاعلامي اسامه جويش، الا ان لما اسامه جويش اللي استضافه هو شخصيا قبل كده في برنامجه خرج عن النص وبدا يعني يطبطب على احمد الشرع بزياده وبدا يبقى اداؤه منافي للعقل والمنطق، شريف على طول تدخل زي ما احنا بنتدخل، واي انسان حر راجل ما يعجبوش الحال العوج بيتدخل وقومه، وبدا ان هو يقول للناس ركزوا معاه وانتبهوا واحترسوا من ادائه. ده او دي وظيفه اي انسان حر. فشريف عثمان بدا يدعو مؤخرا على قناته لفكره جميله امنه، مش زي طبعا المفاصل اللي فيها ضابط مقنع للاسف الشديد يعني سحل الناس وراه هو والسيرتي، والمقنع ركب السيرتي. ليه؟ عشان السيرتي عنده حته الانا عاليه ومش عايز يحط ايده في ايد حد الا اللي يمجده هو شخصيا، والا اللي هو يعني يملي ويفرض عليه ارادته. وهي قصه يعني انا اسف والله امراض نفسيه والعياذ بالله ربنا ما يكتبها على حد، وبتضر بالناس في الاخر، لان احنا نبهنا اكتر من مره ونبهنا السيرتي نفسه وقلنا له ان المقنع جاي يركبك وجاي يسحلك وجاي بامر علشان الناس اللي بتقولوها طفوا النور وبتقولوا كله جلاتي وخبطوا في الحله والافكار الغريبه بتاعتكم دي في النهايه بتسلمكم لاقرب مرشد واقرب مصدر للامن الوطني والبحث الجنائي، وشرحنا ده مرارا وتكرارا قبل كده. شريف عثمان الطرح بتاعه امن، ما تروحش صلاه الجمعه وفوت الجمعه يوم 4 سبتمبر او 5 سبتمبر على ما اعتقد. الفكره مش مهم اليوم ايه، المهم ان الفكره كلها على بعضها كويسه، لان انا اقدر اقيم عادي جدا شعيره صلاه الجمعه في بيتي في السطوح في مدخل العماره بيننا كبيت عيله او احنا كجيران، نقدر نقيم الشعيره او الفريضه عندنا في دارنا في بيتنا في اي مكان احنا بنقيم فيه، ونتجنب الذهاب لمقابله او الالتقاء بالمرشد او المخبر او الامنجي اللي بيعتلي منصه او منبر الجامع اللي هو تحول من امام وخطيب الى مخبر. انا مش رايح عشان اسمع خطبه والشعر بتاعه في النظام والحكومه، وهيكلمك عن فضل حب الحاكم وفضل حب النظام، وهيبدا يطبل لكل من باع بلده قدامه جمله وقطاعي. ويعني احنا مش ناقصين ابدا، يعني كفايه اللي بنشوفه في الاعلام ومن احمد موسى وكل من هم على شاكلته، مش كمان يعني حتى النفس اللي بيتنفسه الناس يوم الجمعه كمان هيطلع لهم مخبر يعتلي منبر الجامعه. معاك جدا، وحتى اشقائنا المسيحيين فكره شريف ممتازه والله العظيم عجبتني من غير اقسم بالله اي سابق تنسيق بيني وبين شريف، وهي لله. وانا بدعم الفكره الامنه للناس، لان في النهايه انا يهمني امنك وسلامتك، لان انت في النهايه بالنسبه لي الماده الخام للتغيير. يعني لو انت مش موجود ساعه ما ربنا ان شاء الله هينعم على الناس بفضله وكرمه وفرجوا، وان ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلوب الناس في ساعه واحده في توقيت واحد النزول الحراك، كلهم هيلتقوا في الشارع زي ما حصل في يناير. عايز النماذج دي والماده الخام دي ما تبقاش متسلمه زي ما السيرتي والمقنع بيسلموا. بالمناسبه المقنع قال لك انا مش هختفي الفتره الجايه، ده بعد ما سلمت على الاقل 500 600 واحد جاي تقول هختفي بعد ما 600 واحد اتحبسوا
جاي تقول انا هختفي؟ تختفي ليه؟ بيقول لك انا لظروف صحيه. اللي بيجي له دور برد بيقول انا بعتذر مثلا اليومين ثلاثه اللي جايين، الاسبوع اللي جاي وطالع. لا يعني بيقول لك انا هختفي لفتره عشان ظروف مرضيه. انت عارف انك بتشتغل الناس، وللاسف خالد السرتي قلنا له وفهمناه وهو مصمم. المهم انا الفكره بتاعتي ومن بعد الطوفان، فكرتك ما ينفعش لوحدها الا اذا كان ليها ما بعدها. فكره السرتي كلها على بعضها بتاعت المفاصل بتقول لك شارع. طيب هو الشارع هيفضل يحكم؟ الشارع يتعامل مع الوضع الخارجي والملفات الخارجيه والاجندات الخارجيه والاجندات الداخليه. هل بالفكره بتاعت ان انا بس انزل الشارع ويبقى ليا تحركات مدروسه في الشارع هو ده اللي هيمكن ثورتي؟ هو ده اللي هينصرها على الثوره المضاده؟ لا، دي الساعات الاولى بس هي اللي ممكن تنفع فيها الفكره دي. لكن ان انا استمر وتستمر الحاله الثوريه في حاله انعقاد، ويبقى في عندنا مراحل بتنجز يوم بعد يوم لحد ما نوصل لدوله ودستوريه، دوله مؤسسات عندها دستورها وعندها محاكمها الثوريه واقامت بالتطهير قصاص ربنا العادل. كل ده خالد السرتي بيخفيه عنك، لان في حاجه جواه هو الوحيد اللي يعلمها. انا عندي خريطه طريق وبضم صوتي اهو، اول واحد لصوت شريف عثمان، بايده في الشق الاول بتاع دعوته، وهو انك فوت الجمعه، واخواتنا المسيحيين فوتوا القداس بتاع الحد، ومحدش ابدا يروح يقابل المخبر اللي في الجامع او الكنيسه، باعتبار ان احنا خلاص دول مش رجال دين اغلبهم يعني الا من رحم ربي، دول كلهم شيوخ سلطان او مخبرين. الشق اللي شريف اتكلم فيه الثاني، انا يعني مش هقدر ان انا يعني ادعم الاتجاه بتاع الانتخابات الرئاسيه المبكره، لان انا موقفي من الانتخابات ومن فكره يعني الوصول للتغيير عن طريق صندوق. انا شخصيا كنت قاضي وكنت بفرز الاصوات وبديها للجنه العليا، واللجنه العليا كانت بتغير الفرز بتاعنا وبتعلن النتائج مختلفه تماما عن اللي احنا بنسلمها لها. فانا عشان من المطبخ مش هقدر امشي في الاتجاه ده، ولكن فكره شريف في شقها الاول انا بدعمها، ويشهد الله واشهدوا حضراتكم ان اقسم بالله اول ما شفتها واول ما حسيت واستشعرت ان هي ممكن تكون فعلا فكره جميله جدا امنه جدا، لان في الاول وفي الاخر لو ما بفكرش في امنك وسلامتك ابقى انا امنجي. ولذلك لما احنا اتكلمنا مع السرتي وبلغنا له اكتر من مره الرسائل، ووصلته عن طريق ناس احنا عارفين كويس قوي ان هم كانوا ادمن لصفحاته ومودريتورز في صفحاته ومسؤولين عنده في صفحته، يعني تكبر واستعلى وقال لك الناس دي مش فاهمه حاجه. لا، انا اسف في اللفظ، راجع نفسك، شوف انت تقدر بس بالشارع تتعامل مع كل خصوم ثورتك. الشارع هينفعنا في الساعات الاولى، هتستمر الحاضنه الشعبيه طبعا احنا محتاجينها وده لازم، ولكن ايه هي الخطوات وايه هي النصوص والبنود اللي بيها لو فضلت ماشي على مراحلها بتنجزها خطوه بخطوه ما تتسرقش خطوتك. لو انا اعلنت لك ده مسبقا وكلمتك في ده مسبقا بمنتهى الشفافيه والمصداقيه وحسن النيه، قلت لك انا بعد ما بقول لك انزل عايز منك ايه، ابقى انا كده بقدم لك مشروع وطني. انما لو انا خفيت كل ده عنك وبقول لك انزل بس، يبقى انا صاحب اجنده، واللي يخفي عنك اللي في نفسه يبقى سيء النيه او بيستغلك. مشروع شريف ممتاز في شقه الاول. الشق الثاني انا خارج هذا الطرح تماما، اللي هو الشق الثاني اللي هو انتخابات رئاسيه مبكره، لان انا يعني موقفي منه معروف. انا واحد من المطبخ، شفت الكلام ده كله ازاي هم فوق بيسلقوه وبيغيروا النتائج ويتلاعبوا بالنتائج الفرز. وعلى فكره يعني احمد طنطاوي نفسه اللي هو صاحب فكره او اللي هو مشروع الامل، هو نفسه اتظلم وما اعرفش هو ماسك في الطريق ده ليه. يعني هو نفسه اتظلم في انتخابات البرلمان وطعن عليها قدام القضاء في مجلس الدوله، وباعتبار ان القضاء مسيف، ودائره الحقوق والحريات في مجلس الدوله في المحكمه الاداريه العليا ومحكمه القضاء الاداري الاثنين مسيسين، الا انه برضه مصمم يمشي في نفس الطريق. يعني انا لما ببقى عارف ان انا بفشل في نفس الطريق وامشي فيه، انا ما اعرفش الحقيقه ليه، ولكن انا باخد الشق اللي ينفعني. انا بشهد حضراتكم وبشهد الله سبحانه وتعالى قبل حضراتكم، وبشهد شريف نفسه صاحب المحتوى مقدم المحتوى اللي هو بينه وبين نفسه وبين ربه ويعلم ان مفيش تنسيق مسبق بيني وبينه، الا اني انا في ظهرك يا شريف وفي ظهر اي فكره امنه ما بتعرضش الناس للخطر. في الاول وفي الاخر ما حدش هيجي يقول لك انت ما نزلتش تصلي في الجامع ليه يوم الجمعه، او ما رحتش ليه القداس بتاع الكنيسه يوم الاحد. يعني ما فيش ماده، لا ماده قانونيه ولا دستوريه. طب سيبنا من الدستور والقانون عشان دول ما لهمش محل من الاعراب في بلدنا. ما فيش حاجه اسمها ان حد هيجي يخبط عليك يقول لك ما رحتش الجامع ليه، مش موجود، ده مش هيحصل. برافو الفكره نفسها، كل ان حد توصل واجتهد لفكره جديده خارج الصندوق
ما بتعرضش حد للخطر، قلبا وقالبا احنا معاها. فوت جمعه ما تروحش، زي ما فكره شريف، وشابو ليك يا شريف في فكرتك، وانا بحترمك لانك انت انسان حر. موقفك من احمد الشرع والجولاني او هذا العميل انا بحترمه. موقفك من مقدمي المحتوى والاعلاميين والقنوات والفضائيات وكل الالات الاعلاميه والماكينات الاعلاميه اللي مصروف عليها ملايين علشان تزيف عقول الناس، تزيف حقوق وعقول الناس وتعصف بعقول الناس، وتلاقي واحد منهم بيكلمك بمنتهى الشراسه ويهاجم بشراسه النظام العسكري، ولما نفس الغلطه يغلطها النظام العسكري او الملكي، اردوغان او الشرع او تميم او اي حد محسوب على الدراويش او محسوب على جماعات معينه بتدعمهم، او شخصيات مثلا على السوشيال ميديا، على تويتر، على فيسبوك، على يوتيوب بتدعم الاتجاه ده، تلاقيه قطه وتلاقيه بيتكلم بحساب ويطبطب ومش عايز يبقى شرس زي ما بيقعدوا يحزقوا ويقول لك العميل اللي انتوا عارفينهم طبعا، العميل بيقول كده على السعوديه، على مثلا ملك السعوديه وولي عهد السعوديه، وعلى ابن زايد مثلا في الامارات. دي حقيقه هم كده، بس الحقيقه الثانيه برضو بتقول ان برضو احمد الشرع واردوغان وتميم ما هماش سالكين. فانا لما اجي احكم انا بحكم على الموقف مش على الاشخاص. لو بحكم على الاشخاص يبقى انا قطعا في حد بياكلني، بيخليني لما يغلط هو نفس الغلطه اللي بيغلطها الانظمه الملكيه والعسكريه اخرس وابلع لساني، وان اتكلمت اتكلم على استحياء. شريف برفع له القبعه دي، مش اي حد يقدر ان هو يعمل كده، لان ده بيبقى ليه ضريبه ايه ده؟ ايه ضريبته؟ ان هتبقى زي عمرو الشاهد كده، قناتك مثلا يعني داخله على 100,000، فيها مثلا 91,000 مشترك وشويه، وبتزيد كل يوم 3-4 مشتركين، والفيديو مثلا عمرو الشاهد ينزل الفيديو ممكن في يومين 3 يشوفوه 1000 واحد بالكتير، 800 واحد. المحتوى بتاعك يقف ما ينتشرش، لان هم هيسلطوا عليك كل كلاب الارض، هيسلطوا عليك كل زبالتهم من اللجان ومن الصعاليق بتوعهم، يقدموا فيك بلاغات ويبهدلوا قناتك. ولذلك اللي بياخد الطريق ده هو عارف كويس قوي ضريبته ايه، ولكن هي لله، وان كانت خالصه لله لازم تبقى كده. الموقف لو غلط فيه النظام العسكري والملكي وكرروا اي نظام درويشي، وليكن بقى اردوغان، الشرع، تميم في قطر، اي جماعات معينه انتوا عارفينها بتدعم الاتجاه ده على طول الخط، ايمن نور، مش عايزين قنوات بقى شرق مكملين، شعوب، وطن، كل ده الغلطه اللي هيغلطها اي واحد فيهم ونحس كلنا ان هي بتتكرر، لازم يبقى حكمك على كل الناس في التصرف وفي الموقف واحد، اللي بيغير ويبدل مواقفه ويتكلم هنا بشراسه ويهاجم بشراسه، والناحيه شوفهم هو الناحيتين بيعملوا كده، ويجي عند حد تاني في نفس الموقف يطبطب ويبقى حنين ويقول لك والله اصل يعني الشرع يعني الدول العربيه ايه؟ انت هتستعبطوا على الناس. طب ما كل الدول العربيه ضد غزه وضد مقاومه غزه، لانت غزه، لانت مقاومه غزه، ولا انتوا في قضيه بيبقى عندكم يعني النزعه الرجوليه والنخوه العروبيه بتبقى ناقحه عليكم وبتشدوا وتجزوا عملاء، جواسيس، عميل، مجرم، مش ده بيحصل؟ ويشدوا ويجزوا ويجوا عند التانيين يقول لك اصل المؤامره كبيره قوي على سوريا. مؤامره اللي كبيره على سوريا، الراجل راجل اتعلموا الرجوله من غزه، هفرد لها لوحدها حلقه، قصه بتاعت قناه الشعوب وحيث الحريه التامه. كل واحد مهما كان عندك، ما دي الضريبه، مهما كان عندك ملايين المتابعين، اقسم بالله احنا ما بنخاف غير من اللي خلقنا. ولذلك هي دي النقطه اللي بتفق فيها مع شريف، بتفق مع الدكتوره هبه متولي، مع اخويا ياسر عبد النبي، مع عبد الرحمن مطر، ممتاز. عبد الرحمن مطر شاب مجتهد وراجل يعجبني. اياك عشان تحقق مشاهده وعشان تحافظ على متابعين تبيع وهم او تضرب نفسك بان يتقال عليك مزدوج المعايير. انا اسف في اللفظ، ابن زايد غلط، عبد الله غلط، السيسي غلط، ابن سلمان غلط، اللي يغلط اي غلطه احنا نكون للكل بمرصاد. اردوغان غلط يتحط على المسرح، مش اردوغان لما يغلط نفس الغلطه يعني مثلا المواني المصريه وعندك المواني التركيه، الاثنين بيصدروا على الكيان. تلاقي بقى بتوع نظام ومدينه الانتاج الاعلامي يقول لك الوحش اردوغان بيعمل كذا،
شوف بقى نفس التكنيك هو ونفس المبدا النجس هو الناحيه الثانيه حيث الحريه تتم. يجي يعرض ده على انه عميل صح، ويجي على الثاني تلاقيه بيقول لك خرجت مظاهرات والشرطه تعاملت معاهم. طب ما قلناش ليه ان ده عميل؟ وما حزقناش ليه على اردوغان؟ وما حزقناش ليه على احمد الشرع؟ يعني احمد الشرع لحد اللحظه دي لسه بنقعد ندلس على الناس ونقول لهم اصله في موقف لا يحسد عليه، اصل الموقف صعب. امال القائد الشهيد هنيه اللي جابوه في وسط طهران، مش ده كان مخوفهم بجد؟ مش ده كان بجد بيشكل خطوره عليهم؟ ما بتقولش كده ليه؟ مش ده راجل مات وهو بيدافع عن ارضه وعن شعبه ومقدساته؟ ولا ده راجل ومات وهو بيدافع عن ارضه وشعبه ومقدساته، والتاني برضه بيتعمل منه راجل اللي قاعد مؤاخذه يدور على التطبيع ويروح يرمي نفسه تحت رجل محمد بن سلمان اللي انت بتشتمه. سبحان الله، ده تضارب وخبل. دعموا قناتنا عشان هي دي القنوات اللي بتقول لكم الحقيقه من غير ما يكون في اي حد فرض عليها حصار او فرض عليها وصايه. احنا ما بنمشيش تحت مظله حد وتحت فكر حد. دعمونا. انا قلت لكم كم اسم اهو وكم شخصيه الا من رحم ربي، في ناس طبعا محترمه. قلت لكم الدكتور هبه متولي، شريف، اخونا ياسر عبد النبي، عبد الرحمن ماطر، يعني واحده هنقول مين تاني، ولكن انا بديكوا اهو خيوط. دعموا القنوات دي، احنا متحاربين. ما تنساش بقى قبل ما تخرج بسرعه كده اشترك في القناه لو انت مش مشترك. اشترك في القناه، ساعدنا هنوصل والمحتوى ينتشر. حط اللايك اللذيذه بتاعتك، حط لي كومنت انت تقدره وتقيمه وفق ما عقلك وضميرك يمليه عليك. اي حد مش مشترك في القناه انت تعرفه بلغ عن القناه دي. قول لغيرك ان في قناه اسمها عمرو الشاهد مفيش عليها وصايه. فوت الجمعه. انا بدعمك يا شريف في الشق ده، بس انت راجل محترم ونتفقنا مع بعض في 95% 96%. ده مش معناه ان ال 3 4% اللي باقيين بتقل من اي حاجه بينا، عشان في حد ممكن يكتب لك في التعليقات يقول لك ايه اصل كده عمرو بيضرب. ده مش ضرب خالص، ده شيء صحي تماما اني اتفق معاك بنسبه 90 95% ويبقى في 3 4% عادي جدا فيهم خلاف في الراي. انا بالنسبه لي مفيش تغيير من غير قصاص عادل ومحاكمات ثوريه بحراك شعبي، وان احنا نمشي في سكه خارطه الطريق. وزي ما انا ما عجبتني فيها احراج شويه بس مش مشكله، ابلعها يا شريف. حبيبي شريف على فكره. زي ما انا ما عجبتني فكرتك من غير تنسيق بينا، انا بقى بدعوك وبدعو اي انسان حر ان احنا كلنا ممكن نعمل دمج بين الافكار عادي جدا. فوت الجمعه وتمسك بخارطه الطريق اللي فيها محاكمات في الاخر، فيها قصاص، فيها ضرب كل مخططات الكيان وترتيبات الكيان في مقتل، فيها انك تبقى عندك من قبل ما تحط رجلك في اي شارع مشروع وطني فيه كل التصورات والبنود والنصوص اللي بيها نوصل في النهايه ان ثورتنا تفضل راكبه مسيطره على المؤسسات واللي جوه المؤسسات، وازاي الشباب ده هنستغله، طوفان الشباب ده تستغله ازاي، نفضل هو حارس وحامي ثورته. كل ده في خارطه الطريق والتعديلات الدستوريه المطلوبه وتعديل قانون مباشر الحقوق السياسيه، كل حاجه فيها ان شاء الله. بس احنا محتاجين نحط ايدينا في ايد بعض كلنا. اشوفكم في لقاء جديد، وربنا يا رب يوحد قلوبنا ويبعد عننا كل الاجندات اللي ما يقولكش مسبقا من قبل ما تحط رجلك في الشارع هو عايز منك ايه، وبيعرض عليك طرح ومقترح وتصور لما بعد ما انت تنزل. احذر عشان ممكن يكون هو بيستغلك، بس تنزل وبعد كده يفرض عليك اي اجنده ويقول لك ده الامر الواقع. طبق بقى يا مواطن، يا اما اسحب والخلف ضر وارجع تاني بيتك. احنا عندنا من الشارع لحد الانتهاء من التطهير والمحاكمات وصولا لدوله ديمقراطيه، دوله مؤسسات، دوله دستور وقانون مبنيه كلها على اسس وقواعد الشريعه الاسلاميه وحدها. المصدر الرئيسي للتشريع فيها هو الشريعه الاسلاميه، المصدر الرئيسي والوحيد. اشوفكم في لقاء جديد. ان كنت من اهل الدنيا الفكره الحلوه لازم نقول لها انت حلوه، ولازم باعتبار ان احنا ظباط زي بعض نعظم لها. شكرا يا شريف على الطرح الجميل، الفكره الجميله، وما زلت اتحفظ على الشق الثاني. انا مش مع ابدا فكره
الانتخابات الرئاسيه المبكره، لان الدوله العميقه هي اللي بتدير العمليه الانتخابيه، وهي اللي بتشرف على الانتخابات، وهي اللي بتعلن النتيجه، وهي اللي محترفه في كده. انا مش همشي في السكه غصب عني، اعذرني، مش همشي في سكه ان انا ادي الدوله العميقه الاداه اللي بتكسبني بيها واقول لها انا معاكي فيها. تحياتي لحضراتكم. لا اله الا الله، والنصر ان شاء الله قريبا من عند الله.